السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اغفر لي ذنبي ما تقدم منه وما تأخر. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا يوم يقوم الحساب. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معادنا مع فيديو جديد. وزي ما احنا شايفين ألذ حاجة بتيجي في الصيف وهو السمك الخنيني. بسم الله ما شاء الله. السمك الخنيني طبعا كلنا عارفينه ولا يعلى عليه. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. السمك الخنيني ده من أحلى الأكلات. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بطروخ ما شاء الله عليه. السمكة بطروخ، السمكة بطروخ. يعني أنا بالنسبة لي السمكة الصغيرة أحسن من السمكة الكبيرة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بالنسبة للسمك الخنيني، احنا بنعمل له الدقه بتاعته بتبقى كالاتي: بجيب السمك وبشطفه شطفه كويسه زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر عليه. بعد ما بشطفه بجهز له الدقه بتاعته. الدقه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن شطه، كمون اللي هو اساس السمك، توم، ملح، فلفل اخضر، وليمونه. كل المكونات دي بعملها في الكبه وبحط عليها عصير الليمون وبحطها في بوله كبيره وبشوي السمك. انا من النوعيه اللي بشوي السمك عندي في البيت. عندي صينيه كبيره بشوي عليها السمك في البيت. ادي الرده البلدي بتاعتنا. باخد طبعا السمكيه واحطها في الرده يمين وشمال، بكون مجهزه الدقه بتاعتها وحاطه عليها ميه، واشوف الحدق بتاعها كويس ولا لا. ولو عايز ملح بحط له ملح، مش عايز بكتفي بالكميه اللي انا حطاها دي. تمام. هوريكم ان شاء الله باذن الله وانا بحطه على الصاجه عندي، وانا بحط السمك المشوي على الصاجه بعد ما بحطه في الرده. وان شاء الله باذن الله الفيديو النهارده هيعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتفضلوا معانا عشاق السمك الخنيني المبطرخ الاسكندراني. دي الدقه بتاعتنا اهي، عملتها قلت اوريها لكم برده. المقادير اللي انا قلت لكم عليها: الملح والفلفل والكمون والليمون وقرنين الشطه. هبتدي دلوقتي اعمل السمك في الرد. بسم الله ما شاء الله. شايفين ادي الرده اهي وادي السمك. هعمله كله بنفس الطريقه كده وابتدي احطه على الصاجه عندي على البوتاجاز بالشكل ده. ادي الرده. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. شايفين دي الصاجه اللي عندي اهي بالشكل ده، بحط عليها السمك، اللهم بارك، بشوي على البوتاجاز من فوق. اللهم بارك، اللهم صل على محمد. هشوي بقى كله، واللي هيتشوى معايا هقلبه على الجنب التاني، وبعدين بعد ما يستوي اقوم حطاه. وخلي بالك انت بتعملي كمان من الجناب هنا، الجنب اللي هو فيه البطروخ، الجنب ده برضو تقلبيه على جنبها، وبعدين هحطه في الدقه بتاعته. خلصوا واوريكم ان شاء الله على خير. اللهم بارك. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين يا جماعه؟ الله اكبر. شايفين السمكه اهو؟ هشوي كله بنفس الطريقه، وبعدين جنب يمين وجنب شمال، وش وظهر، ولما يستوي بحطه في الدقه بتاعته. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. خلصوا كله واوريكم ان شاء الله في التقديم باذن الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حبيت اوريهولكم برده اللي بشويه. شايفين البخار طالع ازاي؟ اللي بشويه بحطه هنا في الطاجن ده، اللي هي التخديعه بتاعته والدقه بتاعته. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلصوا كله واوريهولكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر، الله اكبر. شايفين يا جماعه؟ ادي السمك الخنيني المبطرخ بعد ما شويته، وقطعت هنا جنبه بصل احمر كده بيبقى طعمه تحفه. تمام. البصل ده هحطه برده في التحجيقه بتاعه السمك، هيبقى طعمه تحفه جدا. هوريكم دلوقتي، هقشر لكم واحده واوريها لكم واوريكم البطروخ من جوه. الله اكبر. سموا وصلوا يا جماعه، سموا وصلوا.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه شكلها اهي، واحده اهي قشرتها لكم، هفتحها لكم بقى من جوه. بسم الله ما شاء الله، هفتحها من جوه واوريكم البطروخ بتاعها. الله اكبر عليها. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ بصوا، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين البطروخ عامل ازاي اهو؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ايه دي طريقتنا النهارده في السمك الخنيني المبطرخ. اللهم بارك. على فكره كل اهو، شايفين البطروخ ازاي عامل ازاي؟ كل السمك طالع بالبطروخ ده. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.